انا متاكد هذه هي الدار اللي سمعت منها الغوات. Hello? Hello? لقيت هنا ماكله مزيانه ولقيت حتى الماء، وايضا قلبت الغرف كاملين باش نتاكد باللي حتى شي واحد ما كاين هنايا من غيري. ولكن واخا لقيت كلشي خاوي ثقوا بيا عافاكم، انا متاكد داك الغوات اللي كنت سمعتو هنايا، ودوك الاصوات ماشي غير كانوا في راسي وصافي. ولكن ماشي مشكل، حيت الحمد لله منين جيت لهنايا بعد على الاقل لقيت عندي الماكله والمذهب، وهاد الدار امينه اكثر على الدار ديالي. سمحوا لي دازت يومين وما قلت لكم حتى شي اخبار على شنو طاري، غير اضطريت انني ناخذ هذا الوقت كله باش نجمع راسي شي شويه ونفكر مزيان شنو غادي ندير. ودابا كنحس براسي صافي اكثر وكلير وقادر نفكر بطريقه سليمه. المهم منين جيت لهاد الدار والاجواء هادئه بزاف وما كاين حتى شي حركه برا، ولكن بالنسبه لطريق القصه كانت مختلفه بزاف. ما عرفتش شنو طاري بالضبط، ولكن الحركه برا كثيره بزاف والناس غير كتجري وكتغوت. انا مغطي الشرجم ديال الدار دابا باش ما يبان حتى شي ضو، ما نقدرش نشوف شنو طاري، ولكن راه كنقدر نسمع كلشي وبشكل واضح. ويت، شنو هادشي هذا؟ كنشوف واحد الضو زرق من الشقه اللي كاينه من تحت الباب ديال الدار، بحال شي بروجيكتور اللون ديالو زرق وكيضرب في الدار ديالي. هادشي اللي كيوقع على الطريق كيخلع، ولكن حاليا خاصني نركز على راسي بعدا. وبغيت نوريكم واحد الحاجه انتريستين شويه اكتشفتها، خاصني غير ندير واحد التجربه ونوريكم. صبروا شويه. كيف ما كتشوف الكاس ديال الماء معمر من الدار ديال الجار اللي جيت ليها دابا، ولكن ديك القرعه ديال الماء كنت جايبها معايا من الدار ديالي. واش غير كيبان ليا اولا الماء اللي كان في الدار ديالي كحل؟ ما كاين حتى شي اخبار على صاحبي، وباش نكون صريح معكم ندمت بزاف حيت قلت ليه ديك الهضره كامله وبحال قصحت معاه. وهنا الاجواء هادئه بزاف، واذا كان معاك شي صاحبك غادي تكون احسن بكثير من انك تكون بوحدك. كنت كنزيد نستكشف في الدار اكثر وانا نلقى واحد الورقه مخشيه من تحت مجموعه ديال الكتب ومكتوب فيها تفكر، ما تشوفش في الضوء، ما تتحركش حيت كيقدروا يتيكتيو الحركه، وما دير حتى شي ضوء حيت يقدروا يشوفوك. واحد الكلمه مكتوبه كبيره وما فهمت فيها حتى شي حاجه، دستروب. ما عرفتش شنو كتعني صراحه، شنو تكون زعما هذه السميه ديال هاد الاضواء مثلا. هاد الرساله خلاتني نزيد نقلب في الدار اكثر باش نلقى شي حاجه اخرى بحالها، الساعه ما لقيت والو. وصاحبي وطارق ما كاين حتى شي اخبار عليهم، وبديت كنحس بواحد الوحده شديده بزاف. غالبا غادي يكون في بالك واحد السؤال واللي هو فينها عائلتي، اولا علاش ما نعيطش ليهم. هذا موضوع حساس شي شويه وما كنبغيش نهضر عليه، وكخلاصه نقدروا نقولوا ما عنديش عائله كاع صافي. الخوت صاحبي يلاه صيفط لي واحد الميساج والحمد لله مازال حي. شوف اسمعني مزيان، انا عارفك ما كتثقش بيا وحتى انا ما كنثقش بك، ولكن الا كنتي مازال انت هو انت راه خاصك ضروري تخبع مزيان. حاول ما تبانش كاع باي طريقه ممكنه. بغيت ناخذ النصيحه ديال صاحبي، ولكن انا الاجواء عندي هادئه بزاف وما عرفتش مناش غادي نتخبع بالضبط. وشنو كان كيقصد بواش انا هو انا؟ بلاتي كنسمع شي صوت، كنسمع واحد الصوت غريب بزاف، واحد الفيبراسيون قويه لدرجه الدار كتزعزع من بلاصتها. ما قدرتش نطول من الشارجم كاع بقوه الخلعه، ولكن قررت نخرج التليفون والتقط بعض الصور. وفاش رجعت نشوف شنو صورت ما غاديش تيقوا شنو شفت.
ما عرفتش شنو هذه بالضبط، ولكن كتبان بحال شي مركبه فضائيه اولا شي جسم غريب كيحلق في السماء فوقي. وصلنا اليوم 30 يعني تقريبا شهر والشمس مازال ما كايناش. هذا الجسم الغريب اللي كنت وريتكم مازال في السما كيطير وكيدير اصوات مزعجه بزاف وفيبراسيون اللي عاليه. ويلا غادي نحط راسي على الوساده باش نعس وانا نسمع واحد الصوت اخر قدام باب الدار. فاش هبطت نشوف شنو كاين لقيت واحد الضو زرق كيخرج من الشقات ديال الباب تماما بحال الشكل اللي كان وصف لي طريق. ما عرفتش المصدر ديالو منين بالضبط، ولكن هادشي بصح كيخلع. بقيت واحد شويه من بعد داك الضو اختفى. كنت حاس بحال كيسكاني الدار ولا شي حاجه، ولكن الحمد لله ما طرا والو. وحتى داك الجسم الغريب اللي كان في السماء طار وبعد عليا وما بقاش كيبان. تعقلوا على دوك الصور اللي كنت قلت لكم صورت قبيلات ياك؟ فاش كنت رجعت ليهم ما شفتش فقط داك الجسم الغريب في السماء، ولكن كان واحد المنظر اخر اللي ما نقدرش نوريه لكم، واللي هي واحد الصوره ديال واحد الشخص ميت في الشارع. ما عرفتش شنو طرا ليه بالضبط، ولكن 100% ما نقدرش نوريكم التصويره، وانا متاكد باللي ميت هذا الشخص هذا. انا غادي نوض دابا وغادي نكمل البحث ديالي في الدار ونحاول نجمع معلومات اكثر. ولقيت هذا الدفتر ديال الملاحظات اللي مكتوب فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي ثار الانتباه ديالي وخلاني نتبورش بقوه الرعب اللي حسيت به واللي هما هاد 4 ديال الصفحات اللي لقيتهم مكتوبين. ندمت بزاف على القرار ديالي انني نبقى، وليت كنحس بواحد الوحده شديده، وبديت كنتقبل الفكره ديال انني ما عمري غادي نولي نشوف مارتا او ولادي مره اخرى. كنتمنى من الله وكنطلب انهم يكونوا في امان وما يكونوش بحالي. ما عندي حتى شي امل انني نعيش صراحه. الامل الوحيد اللي عندي واللي هي التجربه اللي غادي ندير يستافد منها شي واحد، يا انني نموت ونرتاح اخيرا او لا نزيد نجمع معلومات اكثر. وهاد الحلول بجوجهم مناسبين بالنسبه لي. هاد الملاحظات كيبانوا بحال ديال شي واحد مزوج ومرته سميتها مارتا وولادو، ولكن شي سبب من الاسباب تفارقوا وما بقاوش مع بعضياتهم. الملاحظات المتعلقه بالتجربه، حطيت واحد المجموعه ديال الاضواء اللي كتفلاشي حتى هي واللي كنت صايبتها لراسي، واللي لاحظت واللي هما دوك الكائنات اللي كتطفى وكتشعل كتنجذب لهاد الاضواء اكثر ما كتنجذب ليا انايا. خليني نرجع للدار دابا بارك عليا قبل ما نتسبب في شي ضرر دائم. كيفاش ضرر دائم؟ ما فهمتش شنو كان كيقصد الصراحه. علاش ما قد نفهم حتى شي حاجه من هاد الملاحظات اللي كاتبت السيد هذا. الملاحظات المتعلقه بالتجربه الثانيه، الاضواء الزرقاء. وقيلا كيقصد دوك اللي كنت شفت قدام الباب ديالي. هاد الاضواء بانت منين الارض وصلت ل6 ايام بدون شمس. والتبقي ديال الرساله كيشرح فيها شنو الفرق ما بين الاضواء الزرقاء والاضواء الحمراء اللي كنت قابلتهم في الاول. ولكن اللي مرعب في هادشي كامل واللي هو فاش قلبت الصفحه باش نشوف الملاحظات اللي موراها لقيت هادشي مكتوب بواحد الخط غريب. اخيرا طرا داكشي اللي بغيت. شفت في دوك الاضواء الحمراء مباشره، شفت في الضوء الاحمر كنحس بواحد الفراغ لداخل ديالي. اخيرا الشمس رجعت. شنو كيقصد هذا عاوتاني؟ كيفاش الشمس رجعت؟ شنو كيطرى لك بالضبط من بعد ما كتشوف في دوك الاضواء؟ شحال ما كنزيد نكتشف باش نعرف اجوبه، ولكن كينتهي بيا المطاف وكنعرف غير اسئله جداد وصافي. الشمس مازال مختفيه وما عندي حتى شي فكره شنو كان هذا الشخص كيقصد بهاد الملاحظات ديالو. كيبان لي بحال كان غير كيخربق وصافي وما نديش عليه، بحال البلان اللي طرا لطارق مع فلين. عرفتوا شكون اللي يلاه صيفط لي ميساج؟ طارق النيت وكيقول لي باللي راه مازال حي. اسمح لي غبرت عليك هذه المده كامله، الطاقه تقطعات عليا وكان خاصني ضروري نتحرك من بلاصتي ونتحول لشي بلاصه اخرى فيها الكهرباء، وكنت كنتاقل غير بالشويه وبحذر. داكشي علاش خديت هذا الوقت كامل. شفت التصويره اللي صيفطتي لي ديال داك الجسم الغريب اللي في السماء. الا وليتي شفتي شي واحد مره اخرى تخبع في البلاصه وما تخليهش يشوف. وبالنسبه لدوك الاضواء الزرقاء ما تخليهاش تطلق الضوء ديالها عليك مباشره. الحمد لله ملي مازال حي بعدا. واش الصافا انت بعدا شويه؟ حيت صاحبي حتى هو صيفط لي ميساج وقال لي حتى هو نتخبع. انا صافا مقارنه بداكشي اللي داز عليا. انا مزيان دابا. قول لي علاش ما نخليش دوك الاضواء الزرقاء يتطلقوا عليا؟ شنو اللي طرا اللي خلاك تقول هاد الهضره هادي؟ فاش كنت برا كنتاقل شفت واحد الشخص كيجري وتابعو داك الضوء الزرق، وفاش قرب ليه وطلق الضوء عليه داك الشخص خليني نقول غير ما كانش داكشي زوين وصافي. شو كيقصد طارق بالضبط وعلاش ما بغاش يقول لي؟ علاش حتى شي واحد ما باغي يقول لي حتى شي جواب؟ وداك الشخص اللي كان ميت في الشارع قبيلات الجثه ديالو ما بقاتش كاينه دابا. ما عرفتش فين مشات، ولكن فاش كنطلب من الشرجم ما كنلقاهاش. وحاجه اخرى اللي مازال ما قلتهاش لكم واللي هي حتى الماء اللي كاين في الدار ولا اللون ديالو كحل حتى هو كيف ما كان في الدار ديالي قبل. ولكن الحمد لله عمرت قراعي بزاف ديال الماء قبل ما يتحول. صيفط ميساج لصاحبي وقلت ليه اسمح لي على داكشي اللي قلت ويجاوبني دغيا، ولكن دازت 20 ساعه دابا وما كاين حتى شي جواب. خوت شي واحد كيحاول يحل الشرجم ديالي. ما كيبان لي والو، ولكن كنقدر نسمع الدقان مجهد. ولكن يقدر يكون صاحبي هذا. واش نحل عليه؟ ولكن يقدر يكون عاوتاني ماشي هو. شنو غادي ندير دابا؟ وشكون هذا اللي كيدق عليا دابا؟